تجيبوا رئيس لجنه الحكام كولومبي ويقول لك اصل هو اللي اختار الحكام، هو اللي اختار الحكام وهو بعت الحكام. تلاقي عندك 5 دول، ايطاليا والمانيا واسبانيا وفرنسا وانجلترا، تقول لي من اللي رد عليا اسبانيا ونفس طائف الحكام الاسباني، وعندك كمان المدرب بتاع الاهلي اسباني، وعندك مدرب بيراميدز كرواتي. ما عندك اتحادات في اوروبا كتيره جدا، يعني كنت تقدر تجيب من كذا دوله، هات من النمسا، هات من اليونان، سويد، بلغاريا، هولندا، تشيك، روسيا، بولندا، كتير قوي، دول كتير قوي ممكن اجيب من واجتنبوا الشبهات زي ما بيقولوا، ابعد خالص عن حاجه تلمس مع جنسيه المدرب الاهلي او مدرب بيراميدز. انتوا ليه بتعملوا كده؟ ليه شويه هواه بصراحه؟ ليه بتدمروا الكوره؟ ليه بتخلقوا حاله جدليه؟ دلوقتي لو المدرب ده، لو الحكم دوت جه، هيبقى عندك حاجه من الاثنين: بيراميدز هيملى الدنيا ضجيجا وهيبقى حقه ان هو جبت له حكم هو كان اعترض عليه وعلى ادائه وسبب في هزيمه غير مستحقه من وجهه نظره وغلط 3-2 السنه اللي فاتت. ولو الحكم ده جه من الضغوط والكلام اللي بيصار عليه اكيد هيوصل له، فممكن ينعكس عليه كناحيه نفسيه فيبتدي يجامل بيراميدز على حساب الاهلي، فالاهلي برضه مش هيسكت. يعني انتوا مودينا لفين؟ يعني